عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. باش نبداو الفيديو بالصبحية، باش نعدي معاكم نهار كيفاش يتعدى نهاري معناتها في الكوجينة، كيفاش نطيب الصباح، فطور الصباح ومن بعد للقايلة. اليوم سبت ما عناش ياسر خروج، دونك بديت صباح حضرت عصيدة، ما عملتش برشا كونتيتي صغيرة باش تكون العصيدة ناجحة معاكم. نحطوا الفارينة تاع 250 جرام فارينة، رشة ملح صغيرة، نصبوا عليها نص لتر ماء، نخليهم انا يغليوا شوية هكا، ومن بعد نضربهم بالميكسر، وبيان من الاول تضربوهم بالميكسر باش ما تعملش معاكم هيك الكعابر. من بعد نبدا نخدم فيها، تاخذوا مغرفه لوح تخدموها، ولا باللي عندكم معناتها في الدار تبداو تخدموا فيها. شوفوا التكستور نتاعها كيفاش جاتني. سخنت الزبده، صبيت الزبده في الصحن الاول، صبيت عليها العصيده نتاعي. ما تظهر لكم صعيبه، ما هي راهي سهله على الاخر، جوست تخدموها بالميكسر باش ما تعملش لك عابر. لهنا باش ناخذ مغرفه نحطها في الزبده ونسوي بها من فوق. يلزمها تكون مبلولة بالزبدة باش تعاوني في الخدمة من فوق، باش نظفوا بها الوجه متاع العصيدة متاعنا. لهنا تنجموا تزينوا العصيدة متاعكم بالتمر، بالنوا، باللي تحبوا انتوما. تنجموا تعملوا تصبوا العسل في الوسط، وبيان فما برشا عباد متذوبش الزبده تحطها ترونش هكاكا، تحط دي كوب نتاع زبده في الوسط، وهكا هي بالسخانه باش تذوب بطبيعتها. بالنسبه لي انا نحبها بالطريقه هذه، نذوب لها الزبده، وبيان فما عباد زاده تاكلها بالزيت زيتونه، كل واحد وشنيا يحب. لهنا حطيت الزبده نتاعي باش نزين الصحن نتاعي بكعبات نوا. باللي عندكم في الدار تزينوا الصحن نتاعكم. العصيده راهي بنينه على الاخر، فطور صباح بنينه كيف ما قلت لكم، فما عباد تاكلها بالعسل وبالزيت زيتونه، سينو بالزبده ذيبه كيف ما هكا. حاولت نصب عليها شويه عسل من فوق. نجموا تحطوا في وسط معناتها الدوره اللي في الوسط تحطوها هذيك كلها عسل، وتحطوا الزبده في الاطراف. وكيف ما قلنا الروسيت نتاعها سهله برشا، فرينه وماء ورشه ملح صغيره، وتقعدوا تخدموا فيها. هذه بالنسبة للعصيدة. باش نتعدى نحضر الطاولة. سخنت الحليب متاعي باش نحط العصيدة. كيف باش نحط الفناجين متاع الحليب ولي سوتاز. انا ديما نقوم بكري شويه صباح باش نحضر الفطور، وباش نقوم قبل معناتها قبل بوقت باش يبدا الفطور حاضر، كي يقوموا الناس كلنا قبل الفطور حاضر. لهنا باش نكمل نحط الطاولة متاعي. باش نحط معاها عندي مع العصيدة ماذا نحط شوية بسيسة، فما برشا عباد ياكلوها بالبسيسة، بنينة برشا. كيف باش نقص الخبز متاعي. سخنته انا شوية في الفور وحطيته، سخنته وقصيته معناتها على خاطر باش نحط معاها صحن زيت وفيه شوية شامية. انتوما ولي عندكم مصباح تحطوا باش تفطروا بيه. حطيت لهني الزيت زيتونة معاه شوية شامية، قصيت الخبز متاعي، العصيدة حاضرة. ان شاء الله تكون عجبتكم دبارتي لفطور الصباح لليوم. والله انا ماذا نهبط لكم كل يوم فيديو دبارة لفطور الصباح، خاطر برشا عبيد ما تلقاش شنو الفكرة، شنية باش يفطروا الصباح، اي سورتو بغياب الحليب. برشا عبيد تتشكى معناتها. نجموا نعملوا عصيدة، نجموا نعملوا ذراع، نجموا نعملوا برشا حاجات. لهني كيف ما قلت لكم باش نحط البسيسة هذه خادمتها أمي في الدار، معناتها عملتها أمي في الدار، حاجة دياري نظيفة مفوحة بالكدا. إن شاء الله بارتاجي معاكم.   مرة الريسيت تاع البسيسة كيفاش تحضر.
والطريقة راي نحطوا شوية بسيسة فوق العصيدة، ومعناتها كيفاش نهزوا في المغرفة تتحط البسيسة مع العصيدة. هذاك فطورنا الصباح. توا تعديت الفطور القايلة بعد ما كملنا القضية تاع الدار. بالنسبة للفطور تاع القايلة باش نعمل سوفلي وباش نعمل معاه شمنكة. اول حاجه حبيت نحضر البات نتاع السوفلي باش لو طون اللي انا حطيت الشمنكه نظفتها وحطيتها تطيب وتكون البات نتاعي خمرت. بالنسبه للريسيت نتاع السوفلي انا سبق وبارتاجيت معاكم الريسيت. حطيت رطل فرينه عليه كعبه ياغورت، كعبه عظم، نص كعبه الياغورت زيت، وملح، باكو خميره نتاع جاتو. تحبوا تزيدوا باكو خميره نتاع خبز تستعملوه كمحسن. نعجنوا بالماء وكي تتلم معنا البات باش نحطوا غير زبده كيف ما هكاك تكون طريه. تزيد تبان لنا معناها البات نتاعنا. لهنا البات نتاعي حضرت نتاع السوفلي. شوفوها كيفاه معناتها كل طريه. باش نتعدى نحضر الفارس متاع الباتين متاعي. راهي الريسيت هذه تنجموا تخدموا بها باجيت فارسي وتنجموا تخدموا بها السوفلي. انا نفسها استعملتها في باجيت فارسي، عملت بها واحده والباقي نتاع البات استعملته للسوفلي. لهنا خذيت شويه بصل وخذيت الشامبينيون تاعي باش نقليهم في الزبده. يكونوا اخف وخير. باش نبدا كيف ما قلت لكم في تحضير الفارس نتاع الباجيت فارسي والسوفلي. كيف قاعد نطيب في الدجاج من الكوتي الاخرى. حطيت سكالوب صدر دجاج، فوحته كركم، تبلو كرويه، كليلو زعتر، شويه ملح، فلفل اكحل، وحطيت معاه اوراق رند. ومن الاول قليت البصل ساعه ومن بعد حطيت اللحم نتاعي وفوحته وزدت الثوم. وكيف حطيت معاه كليل فريش معناتها كليل اخضر، وخلي مرقت بالماء وخليته يطيب على روحه. لهنا تعديت للشمنكه بعد ما نظفت الكرشه نتاعي بالكدا وقصيتها. نفختهم الكل معناتها حطيتهم في بول فيها ماء وخل وقارص وخليتهم دريج هكاكا. ومن بعد عاودت غسلتهم. لهنا باش نبدا الشمنكه نتاعي. حطيت بصل، قصيت راس كبير تاع بصل، حطيت معاه الحمص وحطيت الشمنكه نتاعي، صبيت نص كيس زيت وحطيتهم يتقلوا. لهنا راني مانيش باش نزيد ماء بالكل على خاطر الكرشه نتاعي باش تخرج الماء نتاعها. دونك باش نخليهم يتقلاو في هيك الماء معناه في الزيت اللي صبيته ولو طون اللي هي تخرج الماء نتاعها. خاطر من بعد كيف باش نقعد نفوح فيها من غير ما نمرقها. تو تراو جربوها الاستوس هذه وراهي تجيب لكم الشمنكه نتاعكم بنينه برشا. انتر طون طاب الدجاج نتاعي، خرجته خليته حتى وقف على زيته في هيك الصوص اللي قلت لكم عليها. قصيت توا الدجاج حطيته مع البصل والشامبينيون. باش نحط معاهم جبن نكمل بهم الفارس نتاع السوفلي. لهنا حبيت نوريكم الماء اللي قاعدة تقر فيه الشمنكة نتاعي. زدت جبن بالنسبة للفارس، زدت جبن توابع وزدت جبن رابي 4 فرماج. ومانيش باش نزيدهم ابيض نتاع عظم باش نلمهم بيه، لا خاطر ماذا بيا معناتها الفارس يكون شايح. تنجموا تزيدوه أعظم مصموطة وتبرشوها. عندكم حرية الاختيار. كيما تنجموا تستغنوا على شامبينيون خاطر يخليه لكم طرية من داخل، تجيب بنينة ونوريه لكم كيف طابت. أما تنجموا تستغنوا عليه. لهنا رجعت للشمنكه نتاعي، قاعده نحضر في كل شيء او ميم طون. رجعت للشمنكه نتاعي، فوحت حطيت مغرفه كبيره طماطم كونسونطري، حطيت 4 مغرفه نتاع فلفل احمر، تبلو كرويه كيف فلفل اكحل، شويه كركم، ملح، وخليتهم يطيبوا يتقلاو في هيك الماء نتاعها معناتها اللي قررته هي. ما مرقتهاش راني حتى لطو ما زلت ما مرقتهاش.
نستنيها شويه، ومن بعد كي نحسها شربت هيك الماء نتاعها باش نمرقها ونزيدها الثوم ونخليها نمرقها بالكدا، خاطر اللحم يلزمو يتغطى باش يطيب. رجعت للبات متاعي بعد ما خمرت، حليت البات على البلان دو ترافاي، تنظفوا بالكدا طاوله متاعكم تخدموا عليها ولا على الرخامه. حطيت الفارس متاعي اللي ملحته شويه وحطيت له شويه فلفل اكحل، وهذوما كعبات السوفلي. وبالنسبه للباجيت فارسي وريتها لكم من الاول كيف حطيت فيها نفس الفارس وسكرتها. لهنا كعبات السوفلي باش نسكرهم بالفرشيطه، وباش ندهنهم من فوق باصفر تاع عظم. هذه الباجيت فارسي، وهذوكم بقية الكعبات تاع السوفلي. والبات اللي قعدت لي الاخرى عملت بها كعبة سوفلي كبيرة. رجعت للشمنكة متاعي باش نزيدها المعدنوس والثوم. نزيدها المعدنوس اللي قصيته وغسلته ونظفته بالكدا، ونخليها نعاود نغطيها ونخليها تطيب في عقلها. هذا بالنسبة للشمنكة. بالنسبة لكعبة السوفلي طابو مازالوا سخان، حبيت نوريكم من داخل. متنساوش انا راني عاملة مذبلة البصل معناتها في الزبدة مع شامبينيون، تنجموا تستغنوا عليه كما تنجموا تحطوه، راهي بنينة برشا. بالنسبة للبات هذه بنينة على الاخر. راهي خرجت عندي قاضية، نوصل في ساعة نكملها ونرجع نكمل الشمنكة متاعي، نستناها حتى تطيب. هذه هي شمنكة. قصيت قرون تاع فلفل ورشا فلفل اكحل من فوق، ونقصوا في الغاز ونخليوها تقر زيتها. لهنا ما زالت ما شربتش الماء الكل اللي فيها، باش نقص في الغاز ونخليها تقر زيتها. هذه هي الشمنكة متاعي اليوم. هذه هي دبارة نهار السبت بالنسبة لفطور الصباح ولفطور القايلة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش لايك للفيديو وابوني للشين للعباد الجديدة، وبسلامة.